انت طول الوقت بتقول للعميل عائد استثماري عائد استثماري عائد استثماري، بس هل انت واثق انك فاهم يعني ايه عائد استثماري وايه الفرق بين التلات انواع للعوائد بالارقام؟ اكتر سؤال بيتسأل لاي وسيط في اول دقيقة هو العائد كام؟ السؤال بسيط بس وراه تلات انواع من العوائد، وللاسف في وسطاء بيردوا عليه من غير ما يكونوا فاهمين هم بيتكلموا عن ايه. فخلينا نشرح ببساطة. في 3 مصطلحات رئيسية لازم تفهمهم. رقم 1، العائد الإيجاري، الرنتال ييلد، يعني الدخل اللي بيجيلك من إيجار الوحدة سنويا مقارنة بسعر الشراء. يعني مثلا لو اشتريت شقة ب1,000,000 درهم وبتأجرها ب70,000 درهم في السنة، يبقى العائد الإيجاري كام؟ 1,000,000 درهم على 70,000، فهيديك 7% سنويا، وده اسمه جروس ييلد بدون أي مصاريف. طب لو خصمت مصاريف الإدارة والصيانة وشوية المصاريف النثرية، يبقى اسمه نت ييلد، وده أهم رقم لأي مستثمر بيدور على دخل شهري. رقم 2، العائد على رأس المال أو الكابيتال ابريشيشن، يعني الزيادة اللي بتحصل في قيمة العقار مع الوقت. على سبيل المثال لو اشتريت شقة في مشروع تحت الإنشاء ب1,000,000 درهم، بعد 3 سنين سعرها في السوق بقى 1,300,000 درهم، يبقى العائد من فرق السعر 30% على رأس المال، يعني 10% في السنة. وده النوع المفضل للي بيدور على إعادة بيع بعد فترة. بس خلي بالك ده مش مضمون، بيعتمد على توقيت الشراء، على سرعة تنفيذ المشروع، على المنطقة ومعدل الطلب عليها، على العرض المتاح وقت البيع، وأخيرا التوتال ريتيرن أو العائد الإجمالي، وده دمج ما بين النوعين. يعني مثلا لو اشتريت عقار سعره بيزيد 5% سنويا وبيتأجر ب6%، يبقى العائد الإجمالي 11% تقريبا في السنة، وده رقم تقريبي لكن بيدي صورة عامة عن القوة الاستثمارية للعقار. طب ليه الكلام ده مهم للوسيط؟ لأنك مش بتبيع شقة، أنت بتبيع آلة طبع فلوس، والعميل لازم يعرف العائد قد إيه وإزاي وإمتى. وكل نوع من العملاء بيدور على نوع عائد مختلف. المستثمر اللي عايز يدخل دخل شهري ركز معاه على الرنتال ييلد او العائد الايجاري. طب اللي ناوي يبيع بعد 3 سنين احكي له عن الكابيتال ابريشيشن. اللي بيدور على خطة طويلة وضح له العائد الاجمالي، واوعى تقول رقم من غير حساب. يعني لما تقول العائد 8%، العميل هيقول لك وريني حسبتها ازاي. لو ما عرفتش ترد فانت فقدت الثقة قبل ما تبدأ. لكن لو شرحت له بالارقام اللي فوق كأنك محاسب مش مجرد وسيط بيبيع له. في الحلقة اللي جاية هندخل على خطوة تانية في عقلية المستثمر، وهي يعني ايه محفظة عقارية، وهل لازم يشتري شقتين ولا ممكن يبدأ بواحدة، وازاي المحفظة دي اصلا بتتبني مرحلة مرحلة. تابع السلسلة عشان اللي يفهم العائد لازم يفكر ازاي يخليه يتكرر.